كالعاده مسلسل اهدار الفرص يا جماعه، هو خلاص ما بقاش مسلسل، بقى فيلم، وبقى فيلم ماسخ. النهارده الاهلي بيفرط في برونزيه كاس العالم للانديه وبياخد المركز الرابع بخساره يعني قدام فريق فلامينجو 4-2. النهارده كان عندنا امال كبيره قوي ان النهارده الاهلي ياخد على الاقل المركز الثالث بعد الاداء اللي شفناه امام ريال مدريد، ومصر كلها قالت ان ده من احسن الماتشات اللي عملها الاهلي ومن احسن الماتشات اللي عملها كولر. النهارده يا جماعه كميه فرص مش معقوله، احنا خلاص زهقنا، بصراحه زهقنا خلاص، يعني صوتنا راح. كل مره بنقول لا، عايزين مهاجم، عايزين مهاجم، عايزين صانع لعب. النهارده انت بتضيع فرص، مفيش اسهل من كده، بتضيع مجهود زمايلك. ماتش فيه تفاصيل كتير. قبل اي حاجه نحيي جمهورنا، جمهور على القهوه. شفت الماتش ازاي النهارده يا حوده؟ والله ماتش، بص بالنسبه لي اللي فيه لعيبه بتضيع المجهود. ده ماتش ضياع المجهود. انا الاول بحيي كولر. فعلا احنا معانا مدرب كبير، راجل عنده فكر، راجل بيعرف يشتغل صح. الراجل ده ناقصه او الاداره عشان تبقى مكمله فريق الكوره ويبقى فعلا فريق قوي او فريق الاحلام، ناقصه مهاجم عشان تكمل البرواز صح. بالظبط. فكولر الكلام اللي كان بيقوله الاول ان انا ما عنديش مهاجم، هو في البطوله دي وقبل البطوله دي جرب الناس اللي موجوده معاه، سواء محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا. هو بيستخدم كهربا ان هو كده كده مش المهاجم الاساسي، هو بيبقى عايزه يتحرك. محمد شريف كمهاجم انت ما تنفعش، انت ما ينفعش تبقى في الاهلي او ان انت تشيل هجوم الاهلي. انت يا ابني بص، دعم كتير اديناهولك، بتلعب ماتش واحد او مستني ان الجمهور عشان ماتش الزمالك هو اللي يفضل شايلها لك او يفضل يدعمك. فانت لا، انت فعلا ما ينفعش تشيل هجوم الاهلي. حتى شادي حسين اللي موجود لما نرجع للدوري او لما يكمل مشاركات تاني، انا شايف برضو ان هو لسه مش هو ده اللي يقدر يشيل لا 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 هجوم لا لا الاهلي. لا. فاحنا عندنا بصراحه فعلا. احنا خلاص، احنا اتكلمنا كتير يا محمود. انا النهارده بصراحه عتابي الوحيد على كولر في بدايه الماتش، انا حسيت ان هو في التشكيل ما كانش موفق. انت النهارده تقريبا بتبدا بخمس ست لعيبه، مش التشكيل الاساسي بتاعك، تعتبر بتلعب باللعيبه الاحتياطي. اه اللعيبه دي وصلتك كويس للجون، راحوا بفرص كتير. بس انا كان من رايي النهارده ان اول واحد يكون اساسي حسين الشحات. حسين الشحات كان بيلعب الريال لوحده بس فعلا. ده في ماتش ريال. فانا كنت شايف كده حسين ما يقعدش، حسين يقعد دكه لمين؟ يعني انا مش شايف ان حسين يقعد دكه. حسين هو الوحيد اللعيب اللي كان عامل فارق، هو الوحيد اللعيبه محمود اللي كان عنده شخصيه في الملعب. ده ماتش الريال كان بيرقص ويخش ويشوط وبيعمل ما كل هو حاجه. انت دي الحاجه الوحيده اللي في كولر اللي النهارده، يعني كولر بصراحه، يعني انا مش ههدم في كولر ولا اقول لك لا. انا شايف ان من احسن صفقات النادي الاهلي النهارده او في الموسم ده كولر، مش لعيب معين. كولر وانت دعمته بصفقات، انت برضه جايب صفقات كويسه ولاعيبه جايه منها كتير. بس انت اللي بيضيع المجهود ده او بيضيع مجهود الاداره، بيضيع مجهود المدرب واللعيبه اللي في قلب الملعب. انا النهارده برضه زعلان على اللعيبه، انا زعلان على واحد زي عبد القادر، عمل كل حاجه في الماتش. عبد المنعم. عبد المنعم، حمدي فتحي، راجل فايتر. بص، لعيبه كتير بتأدي وحاسه بالمسؤوليه ومسؤوليه الجمهور اللي وراها. في لعيبه بتضيع في مجهود لعيبه بقى جت زمايلها. مسحت كل ده، من بالظبط. ضمنهم مين؟ محمد شريف، علي معلول. انا ما اعرفش يا علي، يعني في حاجه كده ان انت تضيع ضربه الجزاء، لا، ماشي، هي ضربة جزاء محمود، هي يعني دي حاجة. هتساعدك، ماشي هيعوضها ماشي، هي دي كانت ويحلها نقطة، وينساها كانت نقطة لك. فارقة في الماتش وكل حاجة، والطرد برضه اللي فرق نساها معاك. لك جون عبد القادر، فاهم؟ تمام. بس يجي محمد شريف وبيرسي تاو، انت بتعكن علينا، ده انفراد يا ابني، يا ابني اساسيات الكوره، انت مهاجم. لا، لو بيرسي انت تاو فكرني بنفس اللقطة محمود بتاع الشوطة بتاعت قفشة في بتاعت ماتش قفشه، الريال، هي نفس النسخة. علي يعني قرار بيرسي ما تاو، تعرفش. انا تحس ان الراجل مقتنع بيه، يعني تحس ان كولر مقتنع بيه، عنده فكر مثلا تكتيكي مثلا معين في الخطة بتاعته. بس بيرسي تاو ما هواش برضو مش اللعيب هو ده المهاجم اللعيب الاجنبي اللي يفرق هو معاك. بيفرق مع كولر ان هو بينفذ له تعليمات في الخطه بتاعته، لا 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 ماشي. لا لا, لا. بس كاداء احنا ما بنشوفوش، ما يعني في بنشوفش الكور اللي اداء. بتجيله هو ما بيعرفش يخلص برضه. جدا. بس انت كمحمد شريف انا برضه عايز اعرف، انت كل المساحه دي، يعني عبد القادر لو راجل اناني، ده راجل عمل عكس الكلام اللي احنا بنقوله، ان ايوه، هو يعني بيقعد كل الماتشات اللي بيقعد فاتت. يبقى يحتفظ بالكوره. ايوه، المره دي عملها لك لا، ده وحطها هو لك قدام وصلك الجون، ده هو انت، وصلك انفراد. ده انفراد من يعتبر من نص الملعب. عندك 100 قرار، عندك ان انت لو هترقص الجون هتعملها له لوب من فوق، اي حاجه غير ان انت تديها له في ايديه. بالظبط. فانا عايز اعرف انت كمهاجم انت عملت ايه؟ انت ضيعت مننا لا، البرونزيه. محمد شريف النهارده بس نقطنا بصراحه، جاب لنا نقطه انت يعني. النهارده ضيعت مجهود زمايلك اللي المفروض بعد ماتش الريال كل الجمهور عايز يشوف ماتش باداء ببرونزيه.
انت ضيعت كل ده. وكمان يا محمود ما تنساش فرقه فلامينجو ما هياش الفرقه، انا شايفها فرقه فاضيه، يعني انت احسن منها بكتير وعندها جدا. ثغرات في الدفاع. انت وصلت عندها ثغرات كبيره جدا، انت وصلت اكتر منهم وضيعت كتير جدا. يعني انت ضيعت فرص كتيره جدا جدا جدا، هو ده اللي يضايقك. يعني انت بعد المستوى اللي احنا شفناه في ماتش الريال ومصر كلها طلعت قالت والاهلاويه كلها طلعوا قالوا الاهلي عمل ماتش كبير جدا، فاحنا كنا مستنيين ان اقل حاجه انت ان احنا بتاخد ناخد برونزيه، دي اقل حاجه في البطوله. خلاص، انت وده اديت. انتوا ده انتوا اللي وصلتوا لينا، ده عشمنا من لعيبه الاهلي وكولر بالذات. بس انا بص، الاهلاويه كلهم يا محمود كانوا زعلانين ان انت خسرت قدام ريال مدريد، تقريبا كل الاهلاويه ما ناموش اليوم ده. حلو ليه بقى؟ يعني انت عليت سقف طموحاتنا. للاسف كل اللي هيتقال انت ضيعت مجهود البطوله كلها، لان اقل حاجه كنت تاخد تالت عالم. ومجهود مدرب احنا بقالنا كتير مستنينه ان هو يجي يلعب بشخصيه الاهلي، راجل عايز يلعب ند لند قدام ريال مدريد، قدام اي فرقه. انا هلعب، كسبت خسرت هلعب. احنا شفنا ده في ريال مدريد. انت النهارده فلامينجو عمل نفس القصه. انت عندك الفرص اللي جات لك قبل فلامينجو، قبل ما تعمل الاجوان علينا. انت اللي كنت تركب الماتش، وانت اللي كنت تغير، وانت اللي تضغط عليهم. ده ضياع من مين؟ من لعيبه بتضيع مجهود زمايلها ومجهود الناس اللي وراها. ده مش حاجه كويسه. احنا زهقنا من ضياع الفرص، ويا اداره الراجل وصلكم في لا بجد الاخر. احنا صوتنا راح، والله العظيم هو بجد الراجل صوتنا طلع. راح من كميه ان احنا يا جماعه عايزين مهاجم، عايزين مهاجم، مهاجم الكرة يستلم الكرة يروح وش للجون. هو احنا هو مش هو عايزين، كمان عايزين في حد طريقه يخلص لعبه. من نص فرصه يا هو محمود. عايز الراجل اللي في البوكس ده، اي كوره تجيله هاتها جون. انا هوصلها لك بس تيجي جون. مش محمد شريف اللي لما تجيله وانفراد يعني عليك اللعيبه حد دي ضغط كلها عليك. زي ما انت قلت قبل كده يا محمود، مفيش. سواء كهربا او بيرسي او طاهر، الناس اللي تحت دي، الناس دي كلها تخدم تحت راس الحربه. يعني محمد شريف انا قلت لك قبل كده يا محمود، انا بحس ان محمد شريف فعلا زي ما قال عماد متعب، محمد شريف لعيب طرف، لعيب وينج بس، انما مش يعني ما هوش المهاجم اللي يخوفك او تحس ان انت اي فرصه مش ده مش ده. هتجيله هيسددها ولا بتاع. اصل هو بيمشي معاك فين؟ في الدوري. فاهم؟ بيجي لك متوشه في ما افريقيا. احنا مش هنعيش لكن على ماتشات الزمالك لكن يا محمود، احنا مش هنعيش. يعني انت جمهور الاهلي انت بتلعب دوري، بتلعب افريقيا، بتلعب كاس عالم انديه، لا احنا محتاجين مهاجم، ايوه، ما هو انت ده محتاجين بان. كمان يا محمود حارس مرمى، لازم ده يكون بان في معاك حارس مرمى دلوقتي زي الشناوي. يا ابني، ده بان معاك دلوقتي. ليه؟ انت افريقيا ودوري دول خلاص، دول كده كده دول بتوعك. بطوله كاس العالم دي الفاكهه بقى، دي الحاجه الحلوه، ده البورتريه اللي في الاخر الاهلي بايه بيوصل ليه. مكانتي فين في الانديه التانيه؟ اما تيجي النهارده ما عندكش مهاجم صريح، مهاجم اللي بيخلص، هو اللي ضيع منك الكلام ده. ديانج النهارده انا اول مره اشوف ديانج كده، ديانج النهارده بياخد الكرة بيرجعها لورا، انا مش عارف ديانج بصراحه النهارده كان سيء جدا. فغلطه برضه هنغفرها له، يعني لان ديانج ده شالنا كتير. فاهم؟ ولعيب فعلا راجل، راجل في الملعب. ما هي يا محمود وبيزيد الاخطاء ساعات. بتتكرر، احنا يعني جينا علينا ماتش وقت. الريال برضه اخطاء فرديه، الماتش ده برضه اخطاء فرديه، هنفضل نقول لحد امتى ان الفرص دي بتضيع او كل ماتش يبقى فيه اخطاء كده؟ انت اللعيبه دي بتضيع بطوله، ما هوش ماتش. ما اللعيبه دي هو هتضيع منك هو ده بطوله، الكلام انت اللي احنا رايح راجع تلعب افريقيا. اللي هو ايه، انت بتضيع استقبل. وده اللي بيحصل. اداء حلو، مدير فني عامل اللي عليه، بيوصلك للجون، لعيبه وراك بتقاتل وتديك الكوره، انت في الاخر ضيعت. بقى عندنا ايه؟ جون. انت اللي بتهدف، لو انت اللي عامل السكور، انت اي فرقه تانية خلاص معنوياتها راحت. بالظبط. وكان زمانك فعلا خدت البرونزيه، والاداء مشرف بعد ريال مدريد. لكن انت النهارده من افراد من لعيبه مش مسؤوله، او هي دي اللي ما تشيلش هجوم الاهلي، بتضيع. وداعا ونهايه كاس العالم، نرجع تاني وبرضه يا للدوري محمود عشان ما وافريقيا. ننساش، احنا مش محتاجين مهاجم بس ولا صانع العاب بس، احنا محتاجين حارس مرمى مع الشناوي. لازم يكون في حارس مرمى مع الشناوي، لازم الشناوي يحس ان هو ممكن يقعد بديل. برضو ده اكيد. اخطاء غريبه جدا، يعني الشناوي بيشيلنا في ماتشات كتيره جدا، بس في كور كده غريبه، يعني في لعب انا بصراحه ما بصدقش ان ده الشناوي ما بيعرفش يلعب برجله، الكوره لما بترجع للشناوي انا بقلق بصراحه. هو غالبا في مصر مفيش جون بيعرف يلعب برجليه، فدي حاجه مش حلوه. وخطط اللعب الجديده كلها الحديثه لازم ان الجون بيبقى من بص بيلعب برجليه، بيستلم، انت بتبني الهجمه من تحت. لازم يا محمود، فده مش لازم موجود. لازم الشناوي يحس. علي، ما يعني علي لطفي يعني بينزل اي ماتش بيأدي وكل حاجه، بس ما هوش برضو الحارس اللي يخوف الشناوي، اللي هو يخاف ان هو يقعد، لا. يعني بصراحه انا اتمنى الصفقات اللي جايه، الاهلي لازم مهاجم. كندوسي اللعيب الجديد اللي جايبينه
انا يعني لا، لازم يفرق، أنا شايفه يفرق يفرق مع جدا، اللعيبة. يفرق جدا ويفرق مكان قفشه جدا، لان اللعيبه دي كفايه بجد والله العظيم، كفايه. يعني هو زي ما قلنا مش ماتش بيضيع، انت اللعيبه دي ممكن تضيع منك بطوله بخطأ ساذج، ومجهود كتير. فاهم؟ بس احنا مش هنذبح اللعيبه ولا هنذبح المدرب ولا، لا كولر احنا زي ما قلنا، لا انت بتاخد منه وتبني الفتره الجايه، نفذ له طلباته وشوف كولر ده بعد كده. بس صفحه واتقفلت يا جماعه، وان شاء الله راجعين لافريقيا وارد وراجعين لك لبطوله للأهلاوية. الدوري. ما فيش اهلاوي يزعل ولا في بتاع، بس ده من عشمنا في اللعيبه، من عشمنا في كولر. الناس دي رفعت سقف طموحاتنا، خلتنا ننام زعلانين ان احنا خسرنا قدام الريال، مفيش اكتر من كده، على عكس فرق تانية وعلى عكس جمهور تاني، فاهم؟ بس احنا بنتكلم لقدام، ولا اكتر ولا اقل. يعني احنا بنتكلم للفتره اللي جايه، افريقيا، دوري. الراجل ده لو اتنفذ له طلباته يا محمود، هيحتل الكوكب. بالظبط، محدش هيعرف يقف قصاده بجد والله العظيم. لا، هو مدرب عنده فكرة. أنا بصراحة عندي رقم واحد، ودي الصفقة الأهم في الفترة اللي فاتت دي كلها، كولر. كولر راجل خططي، راجل بيعرف يلعب، بيطور من أداء اللعيبة، فاهم؟ بيعرف يعمل حاجات كتير. هو الحمد لله ده أحسن صفقة بالنسبة لي. محتاج الدعم عشان تكمل البرواز. بس نرجع نقول صفحة واتقفلت، وهارد لك لكل الأهلاوية. سلام عليكم. السلام عليكم.